عندي سيارة مكلفة 200,000 اسمها مصلى متنقل، أجيبها على البحر، أجيبها على البحر وأذن وأقول للشباب تعالوا. 95 إلى 99% من الشباب يجون. ما بكون إنسان متشائم، أقسم بالله شبابنا فيهم خير. 1% ما يجون. قلت الواحد منهم مرة، سمعت الأذان وشفت المئات يركعون يسجدون، وتشوف المصلين وتسمع القرآن وتسمع التكبير وتسمع سمع الله لمن حمده. أسألك بالله ايش بينك وبين الله ما تدخل وتصلي وتركع بينك؟ قصر معك الله في شيء؟ قصر الله عز وجل معك في شيء؟ أمدنا بصحة وعافية ونعم لا تعد ولا تحصى. إيش اللي خلينا نتكبر على أوامر وما نركع ولا نسجد بين يديه؟ يقول لي هذا الشاب في الدولة الخليجية، يقول قسم بالله 3 سنوات ما تركت صلاة، أني أشعر بأني من أسعد أهل الأرض. والله العظيم يا الراحة والطمأنينة باينة في وجهه. أقسم بالله يا وجهه نور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور. اسمعوا يا شباب. يقول لي هذا الشاب، يقول لي عندي خوي وصاحبي تارك للصلاة، بارات وخمارات وبنات وحفلات. يقول يوم من الأيام يا شيخ بروح أصلي صلاة العشاء، يقول مريت في الحي وهو جالس قاعد يكلم خويته، قاعد يكلم بنت. يقول قسم بالله الناس تصلي وتركع وتسجد بين يدي الله، وترك هذا الموعد العظيم واللقاء العظيم، وترك هذا الركن القويم، وترك الاتصال بالله من أجل الاتصال بمين؟ بفتاة. يقول رجعت من الصلاة وهو في مكانه قاعد يكلم. والله إن هذا الشاب في نفس الليلة اللي ترك الصلاة وقدم على أمر الله شهوة من شهوات هذه الحياة الدنيا، يجي عند برادة موية ويقرب يده ويقرب فمه ويبغى يشرب، فتصعق كهرباء ويموت. بس مات على ايش؟ مات تارك للصلاة، مات وقد قدم الاتصال ببنت على الاتصال بالله. ترك التلذذ بالصلاة وباللقاء الله من أجل اللذة بسماع فتاة ومخلوق لا تملك لنفسها حول ولا قوة. يا شباب والله العظيم أن هذه الصلاة سبب لسعادتنا في الدنيا ويوم أن نلقى الله. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بآية. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بكى. إيش هذه الآية اللي بكت حبيبي وحبيبكم؟ إيش هذه الآية اللي بكت نبي ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ آية تحكي واقع بعض شبابنا في هذا الزمان. آية يقول الله عز وجل فيها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا وادي في جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يبكي، يا جبريل تضيع أمة الصلاة، تضيع أمة الصلاة. قال يا محمد يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل. اليوم نشوفهم يروح للملعب بعد صلاة العصر، وبعض الشباب قبل العصر ولا بعد العصر في الاستاد الرياضي عشان يشوف مباراة بعد العشاء، ولا يصلي لا عصر ولا مغرب ولا عشاء. والله العظيم قبل سنة أو سنة ونص ألقي محاضرة عندنا في جدة وأتكلم عن الصلاة، لأن المحاضرة دي كانت في يوم كان المنتخب يلعب مباراة صلاة الظهر مع استراليا. الطلاب غابوا عن مدارسهم والموظفين تركوا وظائفهم وعكفوا أمام الشاشات وأخروا الصلاة عن وقتها، بل بعضهم ترك الصلاة من أجل مباراة، من أجل كورة تشاهد بالأبناء. والشيخ بن باز رحمه الله يقول من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا فقد كفر. تكلمت، كانت المباراة الظهر، كان عندي محاضرة الساعة 1 في الليل، كنت أتكلم وأنا محروق على شبابنا. إلى هذه الدرجة صرنا مقصرين متهاونين بالصلاة. والله وأنا أتكلم وقدامي يمكن 300 أو 400 شاب، يقوم لي واحد من الشباب قدام الشباب، وهذه النظر وهذا المقطع وهذه القصة اللي أنا أقولها موجودة في اليوتيوب، وقد يكون كثير منكم شافها. جاء هذا الشاب وقام من وسط الشباب حتى وقف أمامي، قال لي يا شيخ شوف، وراني البيبي حقه، قال يا شيخ اليوم أرسل الخوي وأقول له صلاة. الصلاة قامت، شوف شو ارسل لي. تدرون ايش ارسل له؟ ارسل له وقال له الصلاة وقتها غدا. لهذه الدرجة أصبحنا نستهزئ بدين الله، أصبحنا نستهزئ بالصلاة، أصبحنا
نتكلم على مواقيت الصلاة. من الذي جعل هذه الصلاة صلاة الفجر في هذا الوقت؟ من اللي جعل صلاة الظهر في هذا الوقت؟ من الذي جعل صلاة العصر والمغرب والعشاء في هذه الأوقات؟ أليس هو الله الذي قال في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ ثم يجي شاب من شباب المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحفاد أبو بكر وعمر وممن يعيشون في بلاد التوحيد وبلاد الحرمين ويقول الصلاة وقتها. غبي، أنت الغبي اللي ما عرفت قيمة الاتصال بالله. أنت غبي لأنك ما عرفت قيمة الاتصال والوقوف والسجود والركوع بين يدي الله. ورب العزة إذا حطيت جبهتك لله تكون من بين ال7 مليار اللي يعيشون على وجه الأرض أقرب إنسان من الله. تبغى تكون أقرب إنسان من الله؟ أقرب إنسان على وجه الأرض من الله؟ حط جبهتك ساجد لله. ما هو كلامي، كلام حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ هو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء. خلونا قريبين من الله، خلونا عايشين مع الله. والله ثم والله لن نسعد إلا إذا كنا عبيد لله. لما بعدنا عن ديننا وبحثنا عن العزة والسعادة والرفعة وراحة البال، بحثنا عنها في الشهوات وفي الشراب وفي الخراب وفي الأفلام وفي الفواحش والمنكرات. إيش اللي صار؟ اللي صار أذلنا الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه نحن قوم أعزنا الله بإيش؟ أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. شبابنا الآن يدور على الفلة والوناسة بالحشيش وفي الشراب وفي الخراب، حتى أصبح عندنا في مستشفى الأمل في جدة قبل سنتين أكثر من 50,000 شاب وفتاة أتوا من أجل العلاج من الإدمان. 50,000. هذول اللي جو يتعالجون، هذول اللي جو يبغون يتخلصون. طيب اللي ما جو، طيب اللي في عنابر مستشفى شهر هنا قريب مننا فقدوا عقولهم وفقدوا صحتهم. والسبب ايش؟ والسبب مخدر، لجة ولا عجة ولا تشفير ولا بلاوي وخرابيط. جابت شبابنا ورا، صرنا نمشي بالشوارع عند الأرصفة وعند الإشارات نشوف شبابنا عمره 22 23 سنة ماشي حفيان ويكلم نفسه مجنون. والسبب ايش؟ والسبب الأبيض والحشيش والشراب والتشفير. لا يا شباب الإسلام، ما خلقك الله ولا وجدك الله عشان تدمر نفسك وتدمر عقلك بجرعة زايدة ولا بمخدرات. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أننا نسمع قصص تبكي العين وتدمي القلب من هذه المخدرات ومن هذه البلاوي. والله أذكر لكم قصة واحدة وسامحوني واعذروني في هذه القصة. أسرة دقت على مكافحة المخدرات قالت لهم الحقونا الحقونا فنحن تحت تهديد السلاح ومعرضين للموت. جاءت فرقة من مكافحة المخدرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي رجال أمننا وأن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يجعل أعينهم ممن باتت تحرس في سبيل الله. جاءت مكافحة المخدرات وقفت، دخلوا البيت لقيوا أسرة كاملة عجوز وحرمة وأطفال محشورين في زاوية ورجل مدمن موجه الرشاش عليهم. أقنعوه إلين ما أخذوا منه الرشاش وركبوه في الدورية. حرمته تبكي وأطفاله يبكون وأمه والله ما نزلت دمعة عليه، والله أمه ما نزلت دمعة عليه. استغرب الضابط، ليش ما بكت؟ ليش ما حزنت؟ قالت أبكي عليه والله في كل ليلة يجيني متعاطي ويهددني بالسلاح ويجردني من ملابسي كما خلقني الله ويبدأ يمشيني في الحوش قدامه ويضحك ويتونس. هذه نتائج المخدرات والعياذ بالله. والله ما نسعد إلا إذا رجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. والله ما نسعد بعلاقات ولا فواحش ولا منكرات. بعض الشباب الآن يحسبها رجولة ويحسبها بطولة لما يرقم ولا يكحل ولا يطلع ولا يؤذي بنات المسلمين. أقسم بالله الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ومن دق باب الناس دقوا بابه وعفوا. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه عفوا تعفوا ايش؟ تعفوا نساءكم. امسك نفسك عن أعراض المسلمين يمسكون الناس أنفسهم عن عرضك.